دايما معظم الناس، مش هقول كلهم، واخدين فكرة غلط عن المغتربين في الخارج. ليه؟ انا بصراحة ما عنديش اي فكرة. نظرة المجتمعات العربية، او بلاش اقول العربية، خلينا نتكلم بالتحديد عن المجتمع المصري. اغلب الناس في المجتمع المصري للاسف ماخدين فكرة غلط عن الناس المغتربين في الخارج. النظرة دي اتاخدت من الصور اللي بتطلع في الافلام وبعض الحاجات اللي احنا بنقابلها في ارض الواقع. الناس للاسف بتبقى شايفه الانسان المغترب دوت واحد اول ما سافر بره لقى اسره مستنيه في المطار معاها المعلقه الذهب اللي الكائن المصري دوت ما اتولدش وهي في بقه. دي النظره اللي بتبقى متاخده للاسف عن معظم المصريين اللي سافروا بره او اتغربوا. خليني بقى اكلمكم عن فئه تانية خالص، فئه مظلومه جدا، مش كلها طبعا بس الاغلبيه العظمى منهم يعني مظلومين. فئه المغتربين في الخليج. بصراحه انا عايز اتكلم عن الفئه ديت لان انا من الفئه دي، وبعاني حاجات كتيره بتحصل معايا ومواقف بتحصل معايا في مصر. يعني اول ما اسافر مصر في اي اجازه بشكل سريع كده، بس عشان الحته ديت انا قعدت افكر كتير هقولها ازاي وكده اهوت. خلينا اشرحها لكم بطريقه بسيطه. المغتربين بره مصر في اي دوله بيبقوا كانهم عايشين جوه مصر. الطبقات لسه موجودة، يعني انت بره مصر بس في طبقات. يعني هتلاقي برضو، يعني انت لو سافرت بره مصر او سافرت دول الخليج مثلا وبصيت مثلا على المغتربين في الخليج، هتلاقي برضو مصري غني ومصري بالطبقة المتوسطة ومصري طالع عين امه. ده شيء طبيعي. المعاناة بقى اللي بيعانيها اي واحد مصري عايش في اي دولة من دول الخليج هي المعاناة في رجوعه لمصر، عودته لمصر. كأي واحد بقى شغال جوه مصر او بره مصر، كأي واحد يعني قاعد قرص على نفسه فترة واشتغل، المواطن المصري بقى بيرجع بلده تاني مبحبح ايده شوية وقارص على نفسه، يعني خده سنة سنتين بره بيرجع بقى مبحبح ايده شوية في التعامل. بس للأسف تكون في انتظاره صدمة كبيرة جدا، هي التغيير في التعامل من كل الشعب المصري. من أول ما ينزل في المطار بتقابله كلمة عادية جدا بتقابل كل المصريين، بس ليه هو بتبقى ليها معنى تاني. جاي من الخليج بقى، الحمد لله على السلامة يا باشا، كل سنة وانت طيب. طبعا انت بقى بتبقى جاي من بره بقى ومغير عملة ومعاك الورق كله جامد، فتحاول تديله اي حاجة بقى، بترضيه بأي حاجة بأي فكة معاك بقى. وبتقابلك أول صدمة، ايه ده؟ 5 جنيه؟ أعمل بيها ايه دي؟ انتقالا بقى لكل الناس انت بتقابلها بره، والناس اللي بقى ده جاي من الخليج يابا ده شوال معبي، اللي بيبقى مستني هدايا بقى وانت اساسا بتبقى قاعد حاسبها بالورقه والقلم، هقضي اجازتي ازاي وهرجع امتى وهصرف ايه وهصرف ايه وهجيب ايه. انت اصلا لازم تبقى مقضي لك ايه 10 15 يوم، شهر شهرين، تشوف قرايبك بقى، تشوف صحابك، تشوف الناس انت حنت لها. طول ما انت ماشي بقى بتقابل ناس بتتحول اول ما تعرف ان انت جاي من دوله من دول الخليج. في ناس بتتصرف بقى غصب عنها، تبقى انت بتتعامل عادي جدا بس يجي واحد بقى ايه اللي ياك مبحبح شويه او عملت تصرف عادي جدا ممكن يصدر عن اي واحد، بس منك انت بيبقى جاي يا خليجي. طول ما انت ماشي بقى في كافيه، ركبت مواصلات، ركبت تاكس، يا سلام بقى لو ركبت تاكس يا خليجي. سواقين التاكسي كده عندهم سنس ان هم يلقطوا البني ادم اللي جاي من بره ده. طبعا هو بحكم مهنته بيبقى ايه بياخد يدي معاك في الكلام لحد اما يلقط منك كلمه واقعه كده ولا كده ان انت جاي من بره. يا باشا انت شكلك مش من هنا. ماشي، انا عايش بره. عايش فين؟ انا قاعد في قطر. يا خليجي، قطر. انما هناك بقى انتوا بتتعاملوا ايه بالدينار القطري؟ لا يا باشا الريال القطري، الريال. يا خليجي، يا عم الريال القطري، عارفه. انا عارف يا باشا الحتت دي، انا سافرت قبل كده، قعدت في قطر والكويت ودبي وابو ظبي وكل الامارات دي قعدت فيها، قعدت 25 سنه. غير سواقين التاكسي بقى، قيس على كده بقى التعامل من كافه انحاء الشعب. يجي بقى واحد يسالك السؤال اللي خلاص بقى ده اللي مقطع السمكه وديلها، يجي يقول لك ايه انت قاعد هناك بقالك كام سنه؟ يعني 10 سنين. يا ده انت اخدت الجنسيه بقى يا خليجي. لا والله يا جماعة الموضوع غير كده خالص، مش سهل ان انت تاخد الجنسية في دول الخليج. كله، بلاش نقول كله، الاغلبية العظمى بيتعامل معاك ان انت بقى واحد اول ما رحت هناك حنفية فلوس. انا مش هلوم الناس طبعا على النظرة دي، طبعا اي واحد بيبقى جاي من بره بيبقى مبحبح ايده شوية يعني عادي. ابسط مثال، اي واحد بيشرب سجاير بيجي من بره بتلاقيه بقى مغير نوع السجاير بتاعته، بيشرب بقى ال ام، مالبورو،
الناس بقى خلاص ده يا عم ده عدى، ده بيشرب سجاير من اللبون يا خليجي. لا يا جدعان والله ما في كليوباترا. الاغلبيه العظمى تبقى واخده فكره ان كل اللي عايشين بره عايشين مرتاحين. هو طبعا عايش احسن من مصر بشويه، بس مش عايش احسن عيشه. للاسف الفكره دي تبقى متاخده عن اغلب اللي عايشين بره. عدد المصريين المغتربين في الخارج حوالي 8 مليون مصري، 30% منهم في اوروبا وامريكا الشماليه، و70% من المغتربين في دول الخليج العربي، 50% في السعوديه، و20% في باقي دول الخليج. المصريين المغتربين بره بيبقوا مسافرين لمجرد ان هم يلاقوا فرصه افضل. ومش معنى بقى كده ان هو هربان ولا ده بيعبي فلوس ولا ده راجع من بره، لا، الناس دي بتطحن بره. يعني اغلب الناس بتبقى مسافره بره لمجرد ان هي لقت فرصه ولو حتى 1% ان هو يعيش في مستوى افضل من المستوى اللي هو عايش فيه في مصر. واي حد، وانا بقول اي حد هيلاقي فرصه كده هيسافر. شكر خاص لكل الناس اللي دعمتني في القناه، سواء بكومنت او بلايك او بشير، انت فرحتني. عايزكم برضو تعملوا لايك وشير للفيديو دوت لو عجبكم، وتدينوا رايكم فيه بصراحه. وانا قريت الكومنتات والتعليقات اللي الناس كتبتها لي، طبعا قلعت النضاره عشان الناس كانت بتعلق على الموضوع دوت، والصوت يعني يا رب يكون اتظبط برضه في الفيديو ده. متنسوش يا جماعه لايك وسبسكرايب.